لقى كتبدا مع مارك اللي تيقرا في الجامعة. دخل البيت ولقى الأم ديالو سميتها تانيا عارضة على صحابو ودايرة ليه حفلة بمناسبة عيد ميلاد ديالو. وشاف ميلاني الصديقة ديالو القديمة وبغاتو يعاونها في اللباس ديالها، لكن الأم ديالو قضات الغرض ولبسات صاحبته. مارك معجبوش الحال ونزل الحفلة وهو صاعر حيت ماما لبست الصديقة ديالو. وكان راندي اللي خدام مع الأم ديال مارك كيهضر معاه وكانت كتعجبو الأم ديالو، لكن مارك ما كانش دايها في هضرته وعينو جارية غير مع ميلاني وكيشوف فيها وبان بحال الا مزعوط فيها. وجا عنده صاحبو والتر. مارك قال ليه غير صبر، نهار السبت غادي نتورخوها واحد الحفلة عندي في الدار. نهار الثاني كانت طانية كتهضر مع مارك على الحفلة، لكن مارك ما كانش مسوق ليها وهي تغضب عليه، لكن قال ليها غير لقيتيني ملاهي مع واحد التطبيق خاصني نكملو. وشكر على عيد ميلاد ديالو اللي درتو ليه، كان بغاها تسكت الهضره شويه وتخليه يخدم في الحاسوب ديالو، لكن عاد ما زادت كتهضر. قالت ليه خاصك تمشي للكنيسه باش تعرف على شي بنت الزواج من تم. مارك وافق يمشي للكنيسه غير باش تخليه يخدم على خاطره، وبان عليها مرا قاصحه ومسيطره على ولدها مارك. نهار السبت كانت الام ديالو دايره موعد مع راندي. مارك استغل غياب الام ديالو وغادي يدير الحفله بحال كيف اتفق مع والتر. مع خرجت مو من الدار اتصل مارك بصاحبه وقال يدوز عندي للدار دابا، وهما كيدوزو السهره في الحفله. بان على مارك حشومي ما يقدرش يهضر مع البنات. في ديك اللحظه الام ديال مارك جالسه مع صاحبها راندي في المطعم، وكان كاع الوقت وهي كتهضر ليه على ولدها مارك، وقالت ليه بلي هي غضبانه حيت مارك كيتفرج في افلام اقل من 18 عام، ولكن كان كيمسح داك الشيء اللي كيتفرج فيه من التليفون. لكن انا عارفه كلشي عليه. راندي تعجب منها حيت كتقلب في تليفون ولدها، وقال لها مارك راه ولد كبير ماشي صغير. زاد قال لها ما تقلقيش من مارك حيت هو ولد مزيان، خاصك تعطيه شويه اتساع باش يرتاح. لكن مارك ما عندوش الاب اللي غادي يساندو في حياته. ثانيه ام مارك زعما تهضر بالمقلوب واخا اتفقت معاه على الهضره ديالو. جهه اخرى مارك وصاحبه كيستمتعوا في الحفله، وفجاه شي حد دق عليهم، وكان صاحب الام ديالو صيفطاتو عند مارك باش يجلس معاهم شويه. جبد كتاب الانجيل بدا يقرا عليهم حتى خسر لهم الحفله. مارك ما عجبوش الحال حيت الام ديالو كتدخل في حياته، لكن مارك دري ظريف وكيحترم القرارات ديال الام ديالو ما يقدرش يرد عليها الهضره. نهار الثاني مشى مارك يشري شي حوايج للدار من الحانوت، وفجاه وقفات عليه مرا سولاتو على شي ماركه ديال الدوش تكون مزيانه، كانت كتسحابو كيخدم في الحانوت. قال لها انا كاع ما كنخدم هنا لكن غادي نعاونك، وجاوبها على كاع الاسئله اللي قالتهم ليه وشكراتو ومشات بحالها. وبقى مارك يشوف فيها بان عليه تزعط فيها، ومع مارك كان خارج وهي دوز من حداه بطوموبيلتها المره اللي كانت سولاتو، وعاود سولاتو على الاسم ديالو. مارك شداتو الحشمه وبداو يتعرفوا على بعض. كانت سميتها كنيسه. طلبات من مارك يجي عندها للدار ويركب ليها الدوش اللي شراتو حيت هي ما عندهاش مع هذا الشيء، لكن مارك رفض يمشي معاها. قال لها ضروري خصني نمشي للدار باش نعاون الوالده ديالي، لكن طمعاتو بالفلوس وبغاتو يمشي معاها للدار يصلح ليها الدوش وغادا تعطيه الفلوس. وافق مارك وركب معاها السياره ديالها. وصلوا لدارها وبداو يتعرفوا على بعض، وعرفات بلي هو تلميذ مجتهد وتيقرا في الجامعه مشهوره، وعرضات عليه يشرب معاها المناضه ديالهم. قبل ما يمشي مارك شكرها وقال لها دخلي جربي الدوش بعدا قبل ما نمشي. وفجاه حيدت حوايجها قدامه دخلت للدوش وهو كيشوف. عيطات عليه جرب الدوش معاها، لكن مارك عاود جاتو الحشمه وقال مع راسو هذه هي الفرصه نتعرف على شي بنت اللي جابتها له وجيبها. دوزو الوقت في الحرام حتى نسات قضيه الام ديالو. مارك تلاقى مع صاحبو وبدا يهضر ليه على كارثه